السلام عليكم وحلقة جديدة معنا في القناة. بتهاجم بدون سبب وبسبب في كل حاجة. طب ليه أصلا اللي بيهاجم ما عندوش معلومة هو ليه بيهاجم، أو ليه أصلا بيتكلم. الحلقة بتاعت النهاردة هي حلقة مهمة، وأهميتها مش زي ما كل واحد فاكر إن هي مهمة قليلة شوية. لا، حلقة كبيرة ولازم تبقى معروفة. الحلقة مهمة لسببين. أول سبب إن انتقال اللاعب ده للنادي الزمالك هو أمر حتمي. أمر حتمي هيحصل قريب جدا. ليه؟ لأن نادي الزمالك آه فرقة قوية، سكواد قوي، ولما اللاعب ده يبقى موجود كمان فيبقى السكواد مع اللاعب ده، فهو أمر حتمي قوي جدا. وهو لاعب مش قليل، اللاعب ده في فريقه كويس، وهو لاعب مهم ومؤثر، ويبني عليه فرق مش فريق، فرق منتخبات. وهو حارس كويس. هو صفقة انتقال محمد الشناوي. محمد الشناوي راح نادي الزمالك. هتقول انت مجنون؟ اقول لك لا، محمد الشناوي عقده ينتهي 2025، فهو اللاعب هيروح نادي الزمالك خلاص. طب يا عم اللي انت بتهبل، عايز تصدق صدق. انا بشوفش على فكرة، انا بشوفش تعليقات غير قليل جدا لما ببقى قاعد فاضي. بشوف التعليقات يعني ايه، بضحك. واحد يقول لي ما بطيخ ومش بطيخ، ويقول لي انت عملت وسويت لا، ما بركزش مع الحاجات دي، لان انا لو ركزت مع كلام الناس بالتالي حضرتك انت كلامك مش هيفرق معايا حاجه. لو انت كلامك وهجومك عليا ده هيديك مثلا فلوس، انا موافق. انا موافق جدا من ان انت هتعمله ده. لكن بتهاجمني بدون سبب، خلاص يعني دي مشكلتك انت ومهيش مشكلتي انا. خلينا نتكلم ونعرف ان نادي الزمالك قلنا بيتعاقد مع محمد الشناوي لان هو حارس مميز، حارس كويس جدا، وهو من الحراس المميزة في مصر. يعني هو حارس منتخب مصر الأول، وهو اللي كان موجود مع منتخب مصر في الأولمبي في 2021 في طوكيو. وهو برضك حارس يعني مش قليل. لكن آه أول حارس عنده عيوب، وجمهور الأهلي عارف أكتر من جمهور الزمالك، لأنه هو من الحراس القليلين جدا المميزين في مصر. خلينا نعرف إن محمد الشناوي ساهم مع النادي الأهلي من 2017 لغاية وقتنا الحالي في 103 كلين شيت. 103 كلين شيت مع النادي الأهلي، وده رقم كبير مش صغير على حارس هو لسه عنده 34 سنة. يعني احنا عارفين ان الحضري اصلا ما عملش كلين شيت ده غير لما وصل تقريبا 39 سنة. فهو بالنسبة للحضري فهو لسه صغير. الحضري لعب لحد سن ال 45 سنة، فهو كان أكبر لاعب الدوري المصري. محمد الشناوي بيمتاز بطوله فقط من وجهة نظري انا. محمد الشناوي مش حارس اللي هو واو. محمد الشناوي بيسجون من ناصر منسي ما تلبسش. محمد الشناوي اللي بيسجون من صن داونز ما تلبسش. فحاجات كتير احنا بنشوفها من اللاعب غريبة وعجيبة، وما هياش اول مرة تحصل من محمد الشناوي. على فكرة انا ضد الصفقة دي، ان هو طوله عامل له مشاكل في التراي اللي هو على الارض، التراي الارضي، الكورة اللي بينط عليها في الارض، عاملين له مشاكل شوية. فكون إن محمد الشناوي عايز يجي الزمالك فدي حاجه بالنسبه لمحمد الشناوي هي تزيد له. بالنسبه لمحمد الشناوي هي هتزيد له، لكن بالنسبه للزمالك فهي صفقه يعتبر وحشه جدا. انا بالنسبه لي محمد صبحي افضل. محمد صبحي يعتبر هو الافضل من محمد الشناوي، لان محمد صبحي في طوله بيساعده شويه ان هو يعرف يعمل طريقه احسن من الشناوي بكتير. محمد الشناوي في فترته مع النادي الاهلي سكن شباكه 209 هدف. 209 هدف. الاهداف دي كانت مؤثرة النادي الأهلي، وخسرته مباراة زي السوبر الأفريقي، زي مباراة نهائي أفريقيا كانت مؤثرة فعلا، وكانت بتودي الزمالك للبطولة. لكن لحسن الحظ وهدف قفشة غير مجرى المباراة خالص. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الصفقة لو تمت، لأن أنا لسه 70 30 مش يعني مش كاملة. وقولوا لي برضك
شايفين ايه اللي ممكن ينتقل من نادي الزمالك للنادي الاهلي، ويكون صفقة جماهيرية بخلاف زيزو مثلا. حد يتكلم ايه الصفقة اللي ممكن تبقى مختلفة شوية. اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.